اقسم بالله النساء بره ما بقوش كاسيات عاريات، بقوا عاريات عاريات. يعني المنطقات اللي ملبوسه دي اللي مفصله الجسم وطالعه عشان تبين اندارها للناس، اخر قله ادب وفجاجه. يعني حتى لو هو مش راجل في البيت وديوس، انت يبقى عندك تقوى وايمان بالله، ولا انت طالعه تعرضي جسمك للناس، بتتاجري بالساعه فبتبين لهم مفاتن جسمك؟ انا مش عارف، بس انتوا حرين في الشارع. لكن لما تبقى مدرسه داخله تدرس للطلبه وهي لابسه بنطلون من الليجن ده ولا اسمه ايه، لا هيتفرتك من عليها مفصل جسمها كله، ولابسه باضي عريان ومتمكيجاري وشعرها شعرك انت حره فيه طبعا، ومتمكيجه وداخله تتقصعي في المدرسه، ده انت قدوه للبنات. ولو انت في مدرسه صبيان انت داخله يغتصبوكي ولا داخله تعلميهم؟ وهتبقي قدوه ازاي للبنات وانت داخله باللبس ده؟ يعني حاجه غريبه. امال فين كاد المعلم ان يكون رسولا؟ حضرتك رسوله في ايه بقى؟ رسوله فيفي عبده لتعليم الطلبه كيف تأذون وسطكم؟ يعني عيب والله. مدرسه داخله محترمه تعلم اجيال او تدرس لاجيال، لازم يكون لبسها محترم. لبس السفاله وقله الادب اللي جوزك معودك عليه بتعرضي نفسك بيه في الشارع بره. فعشان كده الوزير لما قال في زي موحد للمدرسات، قلت الحمد لله الدنيا حلوه. لكن كده عيب. انا بشوف مدرسات داخلين المدرسه قسما بعز جلاله الله هم مش داخلين يدرسوا، لا، هم داخلين يشقطوا مدرس. يعني هي داخله عشان تشقط لها مدرس تتمشى بيه بره، او داخلين يبقى في فصل فاضي في الدور الرابع. يعني هم مش داخلين يعلموا ولا داخلين يتعلموا. مش ممكن. يتوب علينا ربنا من الاسفاف وقله الادب اللي بقينا فيه.